مساء الخير، هلا وكل الهلا بيكم بقناتي. اليوم هسوي الفطور أوزي الشام. طريقته كلش سهلة وطعمه كلش طيب. إلى البداية حسوي البرياني. عندي بصل أحمسه، هنا هسه شنو أسوي البصل والشعرية. أسويها باللحم المفروم، أشوفها أطيب تصير. نضيف الشعرية، نظل نقلب بيها إلى أن لونها يعني تصير ذهبي. شوفوا هنا بدأ يتغير لونها. هسه بس أريده بعد شوي يصير غامق أكثر لونها، لأن إذا هيك لون ضفتلها المي يصير لونها فاتح. أنا حسوي أني كمية قليلة مو هواي. بعدها أضيف السمن، تضيفون بهارات البرياني أو أي بهارات يعني تحبوها مخلوطة أي شي. وأضيف الملح، هنا هسه أضيف المي، مي الحار. هنا هسه أسوي مقبلات المعكرونة. عندي هنا هاي معكرونة ناعمة سالقتها، وهاي بازاليا، وأضيف عليهم قليل من الفلفل الأخضر البارد والخيار المقطع ناعم والبصل يعني قليل مو هواي. هنا نضيفهم عليها. سأضيف ملح، أضيف المايونيز، هنا أقلب زين. وهنا أضيف لها سماق، ينطيها طعم طيب ولونها يصير أحلى.
هاي هنا بعد ما استوت تمن ضفت طبعا عليها جزر، سلقته وضفته. وهاي هسه اضيف عليها لحم مفروم، بازاليا وبوتيتا. هسه اخلطهم كلهم سوا. هنا لوز سويت، شوفوا هيج صار شكله. هسه هنا عندي هاي كاسة صغيرة اسويهم يعني صغار مو كبار. وعندي هنا هذا العجين مال البقلاوة، هنا اخذت هاي وحدة اعطيها بهذا الشكل، خليها هيجي. وهنا خلي فيها زبد او دهن اذا عندكم متوفر. الكاسة طبعا ما نخلي لها اي شي جوا حتى ما تلتصق عندنا. وهاي الطبقة الثانية خليها بهاي الجهة، نحاول هيك ندخلها وهم ندهنها يعني مو كلش حتى لا تصير دسمة. هذا الشكل. وهسه نضيف لها الخلطة مال البرياني اللي سويناها. هنا نضغطها وهسه نغلقهم. هذا الزايد المخرج، وبعدها هاي آخر شي نحاول هيجي ندخلها. ندهنها شوية، وبعدها تطلع عندنا بهذا الشكل. نخليها بالصينية وندهنها بالزبد. هاي هنا بعد ما كملتهم خليتهم بالصينية ودهنتهم بنفس الدهن. هسه خليهم بالفرن. وهاي هنا بعد ما كمل هيجي صار شكله. شوفوا هسه اقصلكم هاي، شوفوا الداخل مالتها. هيجي الداخل مالتها، طعمها كلش طيب وطريقتها كلش سهلة. وهاي المقبلات اللي سويتها مال المعكرونة. وهاي سويت مال التفاح، مقبلات التفاح، تفاح وعصير تانغ وقشطة، صار هيك شكلهم. واللي هنا يكون خلص الفيديو مالتنا. اتمنى استمتعتوا وياي، وباي.